يا مساء الخير أو صباح الخير على حضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة دايما يا رب. أنا رمسيس وده بودكاست مصر، استكمالا لسلسلة الحكايات اللي بحكي لحضراتكم من كتاب خريدة القاهرة. في حكاية أو في قصة يعني هو كتبها الكاتب حامد محمد حامد، صح كده؟ كتبها عن بيت الكريتلية. بيقولك يعني من المؤكد ان انت يعني تعرف توصل لجامع احمد بن طولون، وبالتالي انت تعرف الطريق لبيت الكريتلية اللي جنب جامع احمد بن طولون على طول. ومن فضلك او سمحت، هو بيقول يعني لا تطلق على اسم بيت الكريتلية بيت جاير أندرسون ليس إلا أفاقا إنجليزيا استولى على بيت الكريتلية لعدة سنوات، ووضع فيه مجموعة التحف والآثار اللي جمعها بكل الطرق الممكنة طوال حياته. يعني هو في أفضل الظروف ليس إلا عابر سبيل في حياة بيت الكريتلية. وبيكمل بيقول بيت الكريتلية الذي عرف بذلك لأن صاحبته بترجع أصولها إلى جزيرة كريت، أعظم وأهم من شخص أندرسون نفسه. وبالنسبة له هو أهم ما يميز بيت الكريتلية إنه شاهد عيان على التاريخ الأسطوري للقاهرة الذي لا يقل أهمية بحال عن تاريخها الحقيقي. وبيقول يعني ما تستعجلش وتخش البيت على طول، ولاحظ إنه على يمينك في باب صغير مقفول وعلى طول، يعني مقفول باستمرار جنب باب بيت الكريتلية. وورا الباب الصغير ده في مقام هارون الحسيني. المقام ده مغلق من زمن بعيد، لما في أيام جاير أندرسون كان لهارون الحسيني شنة ورنة ومريدون مخلصون. والمقام كان ليه خادم عجوز اسمه سليمان الكريتلي. هو يعني بيدعي انه اخر من تبقى من نسل الكريتلية صاحبة البيت، اللي هي يعني السيدة صاحبة البيت. وهو اللي هيحكي لأندرسون بعد كده، جاير أندرسون هيحكي له بعد كده الحكايات المدهشة بتاعة بيت الكريتلية، مع الأخذ في الاعتبار انه الحكايات دي لا تعبر عن رؤية سليمان الكريتلي بقدر ما تعبر عن الأساطير والحكايات الشعبية الرائجة في زمانه في محيط بيت الكريتلية. واحنا طبعا كمصريين بنعشق الحكايات والأساطير ونصدقها يعني بسرعة جدا حتى لو ما كانتش حقيقية، لكن احنا عندنا ميل دايما لتصديق الخرافة وتصديق الأسطورة. خد مثلا عندك حكاية جبل يشكر. جبل يشكر ده بني عليه البيت وجامع أحمد بن طولون. بيروي سليمان الكريتلي انه سمي بذلك لان الجبل اللي كان ابراهيم الخليل يذبح عليه يعني ابنه اسماعيل، وفداه ربنا بالذبح العظيم، فشكر ربنا شكر الله، ولذلك سمي بجبل يشكر، مش يشكر بقى، جبل يشكر. وبرضه بيقول لك انه نبي الله موسى ألقى العصا بتاعته فتحولت إلى تعبان عظيم التهم تعبين السحرة جميعا. القصة المشهورة اللي موجودة يعني في القرآن وفي الإنجيل هي نفس القصة. بل إنه على جبل يشكر رست سفينة نوح. طبعا كل ده وهم أساطير يعني مثلا سفينة نوح على جبل أرارات اللي موجود في تركيا مثلا. الحكاية بتاعت موسى النبي دي ما كانتش طبعا في المنطقة دي، وهكذا. وبرضو إبراهيم وإسماعيل برضو ما كانش موجود في المنطقة دي. فهمت إزاي؟ وانتهى الطوفان اللي غرق العالم برضو في بيت الكريتلية. كلها أساطير وحكايات الناس بتصدقها. وابتلعت بير الوطويط. فاكرين رواية أحمد مراد في بير الوطويط، لوكاندة بير الوطويط؟ ابتلعت بير الوطويط اللي بتقع في البيت مية الطوفان كلها. يعني بير الوطويط اللي موجود في بيت الكريتلية أخذت مية الطوفان كله بلعتها عشان تبدأ حياة جديدة. بير الوطويط ده مش بير عادي، ده بير بيسكنه سلطان الوطويط.
وبناته السبعة، يا نهار أبيض، ومعاهم كنزهم المسحور. الله 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 الله. شايف الأساطير. وسلطان الوطويط هو اللي دفع تكاليف بناء بيت الكريتلية، فقد عانى ذلك السلطان كثيرا ضجيج الشارع، فطلب من جد سليمان الكريتلي ان يبني بيت بيحيط بالبئر ويحجب عنه صخب الطريق، وسلطان الوطويط هو اللي تكفل بمصاريف البناء من كنزه المسحور. فهمتوا بقى احنا بنجيب الاساطير منين؟ اهو اتفضل اهو. ده فولكلور شعبي اصيل يعني. اخد بقى جاير اندرسون الحكايات دي كلها وطلب من احد الحرفيين المصريين انه ينقشها على اطباق نحاسية معروضة حاليا في سبيل بيت الكريتلية. وما نساش اندرسون يعني انه يخلي الحرفي يضيف نقش لشجرة غريبة الشكل على كل طبق من الاطباق النحاسية. الشجرة دي هي شعار عائلة اندرسون، وكأنه عايز يقول أو يعني يحط بصمته على العالم الخيالي للبيت، زي ما وضع ايده على البيت كله يعني. والمفارقة بقى ان الحرفي اللي ناقش الاطباق كان ضعيف شوية في اللغة العربية، فخرجت العبارات اللي كتبها ركيكة جدا، ركيكة للغاية. من ضمن حكايات البيت ان الناظر اللي بيبص يعني الى مياه بئر الوطويط في ليلة اكتمل فيها القمر بدر بيشوف صورة محبوبه على مية البير، وهو ما كتبه الحرفي بهذه الطريقة. اسمع بقى بيقول مكتوب ايه بالظبط كده: اذا كان بنت بكر او ولد بكر لعضهوش كلب ولحرقتوش النار، او قطعت بالالف قطعت سكينة يده، بيبص بالسين بيبص في مية بير الوطواط في بيت الكريتلية، مش الكريتلية ليلة القمر مزهزه بإذن الله، هو يشوف وش الحبيب بتاعه. شايف الجملة ما بايظة خالص. فيعني بيقولك يعني ستعاني كثيرا إذا قررت أن أنت تتعامل مع القاهرة كأنها مدينة عادية كده كباقي مدن الدنيا كلها، يعني مش مصر بس. كتير هو يعني بيحكي بيقول كتير ما أنه بيشعر بأن الأساطير والحكايات اللي أقيمت عليها المدينة ما زالت بتعيش تحت جلدنا بطريقة وأخرى، وأن كل العبث والجنون اللي بيحيط بينا هو جزء أصيل من القاهرة، وإلا فماذا تنتظر من مدينة أسست على أنقاض حكايات مدهشة كحكايات بيت الكريتلية. ده بيت الكريتلية، ده اسف ضريح هارون الحسيني. ده ضريح هارون الحسيني اللي موجود جنب بيت الكريتلية على طول. وبس كده، دي كانت حكاية أخرى من حكايات كتاب خريطة القاهرة. أتمنى أنها تكون نالت إعجاب حضراتكم. اشترك في القناة لو المحتوى بتاعي عجبك، أو ما تشتركش يعني زي ما تحب. بس كده، واشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.